السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة احنا مش هنتعلم ازاي نشتغل تريكو، احنا هنتعلم ازاي نفك تريكو. ساعات بنعمل قطعة وبعد ما نخلصها منبقاش راضيين تماما عنها، فممكن نفكها ونشتغلها من اول وجديد. او ساعات بنعمل قطعة ونستعملها كتير قوي، وبعد كده نقرر ان احنا نعمل اعادة تدوير للقطعة دي، نفك الخيط بتاعها ونحط الخيط بتاعها في قطعة تانية جديدة. وده اللي ممكن ان انا بعمله من وقت للتاني. في حاجات كتير بستعملها لو انا ما اديتهاش هدية طبعا، ومع الوقت بلاقيني ان انا خلاص عملت مثلا قطعة تانية بقيت استعملها اكتر منها، فمش محتاجاها. وقتها بدل ما اركن القطعة دي بقيت ان انا افكها واشتغل الخيط بتاعها في حاجة تانية. وطبعا دي حاجة هايلة نعملها، خصوصا ان الخيط غلي قوي دلوقتي، فلازم نستغل كل فتفوتة خيط موجودة سواء في عمل او في غيره. النهاردة هنفك ده يعتبر من اوائل الايس كابس اللي انا عملتهم قبل كده في حياتي، وعشان كده في ديفوهات كتير والنهاردة قررنا ان احنا نعمل له اعادة تدوير. مبدئيا نشوف الديفوهات، يعني علشان احنا برضو نتعلم. اول ديفو ان احنا هنا، اتمنى ان هو يكون واضح، الايس كاب كله ماشي مظبوط. الجزء تحت الاستيك اللي معمول غالبا دي غرزة وغرزة، غرزة عدلة غرزة مقلوبة، وبعد كده المفروض ان احنا الوش بتاعه غرزة عدلة والظهر غرزة مقلوبة. الايس كاب ده كان معمول بالابرة المستقيمة العادية، وبعد كده خيطناه، فانا المفروض ان انا ببقى ماشية صف عدل صف مقلوب. فجيت هنا اتلخبطت في الحتة دي، عملت العدل مقلوب، فادانا الشكل اللي هو بتاع الغرزة اللي هي لما بنعمل كله عدل، الشغل كله عدل يعني، فادانا الشكل ده. فده كان السطر ده بره الاسطمبة بتاعتنا. طبعا احنا ملاحظين ان في غرزة واقعة. الحاجة التانية اللي كان فيها لخبطة، انا الجزء الفوقاني انا قلت اعمله كله غرزة عدلة غرزة عدلة، يعني الوش كله، الوش والظهر غرزة عدلة، عشان يدينا اللي هي اعتقد اسمها ستوكونيت ستيتش، مش فاكرة، اللي هي الشكل اللي هو العادي بتاعنا ده. الفكرة ان انا لما دخلت الخيط اللون التاني، هي فيها لونين، فلما دخلت اللون التاني دخلته وهو مقلوب، فبان السطر اللي هو المفروض اللي هو الظهر، السطر الازرق ده المفروض ان هو كان يبقى في الظهر. فده كان من العيوب التانية او من العيب التاني بتاع الايس كاب ده. ومع ذلك انا سعيدة جدا ان انا عملت الايس كاب ده واستفدت منه كتير، وحان الوقت ان احنا نودعه ونستعمل الخيط بتاعه في حاجة تانية. طيب، علشان نفك قطعة بنفكها منين؟ من اخر خطوة ابتديناها فيها، يعني مش من البداية السطر الاولاني، لا، من اخر خطوة عملناها هي اول خطوة بنبتديها في الفك، بديهي. طيب احنا اخر خطوة عملناها هنا ان احنا خيطنا الطرف بتاع الايس كاب، فاحنا المفروض ان احنا نفك الحاجة اللي احنا الخياطة دي واضح ان دي العقدة بتاعة الخياطة، فالمفروض نبتدي نفك من هنا. هنحتاج طبعا المقص بتاعنا الجميل، وهنقص بسم الله الرحمن الرحيم. هنقص وبعد كده هنبتدي نشد بالراحة عشان نطلع الخيط. طيب معلش الحتة دي كانت محتاجة ان انا اقرب عيني منه لحد ما وصلت له. فاحنا فكينا
الخياطة. طيب احنا كده المفروض ان احنا خلصنا الجزء اللي هي بتاعة الخياطة اللي متخيطة بالايد، وبعد كده هنبتدي في الخيط بقى ذات نفسه. طيب طبعا احنا شايفين الدنيا مكلكعة قوي. ماشي ماشي. بس كده كده يبقى احنا دي البداية اللي هنبتدي نفك بيها الغرز التريكو، مش الخياطة اللي احنا مخيطينها بالابرة والفتلة. اهي هنجيب خلي بالنا واحنا بنفك، نفك الاول شوية نخرجهم من الغرز ونلفهم بعد كده في كورة او نلفهم مع بعضيهم، بس نفك الاول شوية منعا للوقت. احنا دلوقتي قربنا نخلص اللون الاولاني. طبعا الواضح ان الجزئية دي سهلة جدا. كانت اصعب حاجة هي ان احنا نفك الخياطة الاولانية ونوصل لبداية نهاية الغرزة اللي احنا اشتغلنا بيها. طيب احنا هنا دي اللي احنا عقدنا فيها اللونين مع بعضيهم، نصها. يبقى احنا كده اللون الاولاني عملنا منه البكرة الصغيرة دي. نعمل اللون التاني. لو حابين تغسلوا او لو الخيط يعني شايفين هو مش لونه مش كويس، او مش لونه مش كويس مش نظيف يعني، اغسلوا العمل الاول قبل ما تفكوه يعني. ده كده حته مقطوعه خليها كده لوحدها يعني. لو الخيط عايزين تغسلوه اغسلوه الاول طبعا هو في صورة العمل. دي جزئية احنا لما مش عارفين البداية فين بنمسك السطر نعمله كده فيطلع معانا بداية الخط، بداية الخيط، ونكمل لف الخيط عادي. اللي انا كنت بقول لكم عايزين لو الخيط شكله مستضيف اغسلوه الاول كعمل قبل ما تفكوه. اغسلوه ينشف، طبعا نغسله بالطريقة اللي المفروض يتغسل بيها. يعني لو خيط ما يتغسلش غير يدوي، صوف ما يتغسلش غير يدوي، يتغسل يدوي الاول وينشف وبعد كده نفكه. لو حاجة ممكن تتحط في الغسالة على البرنامج المخصص للصوف يبقى نغسله بالطريقة دي علشان ما نبوظش الخيط. فاحسن حاجة ان احنا بنشوف الصوف بتاعنا بيتغسل ازاي ونغسله بالطريقة الموصى بيها. بس هي دي الفكرة. احنا هنفكه بالمنظر ده وهنعمله كور بالمنظر ده ونبتدي ان احنا نعمله
في العمل الجديد اللي احنا عايزين نعمله فيه، سواء اشتغلنا هو لوحده او دخلنا مع خيط تاني. اهم حاجة لو دخلنا مع خيط تاني يبقى الخيطين نفس الحجم بتاعهم او نفس سمكهم، وقريبين ان لم يكن متماثلين من ناحية نسبة الصوف اللي فيها للإكليريك أو نسبة الصوف لأي مادة تانية اللي موجودة فيها، علشان ما يبقاش شكله غريب، وعلشان ما يعملناش أزمة واحنا بنغسله بعد كده أو احنا بنشتغل. فأهم حاجة يكون سمك الخيط واحد. لو احنا نعمل حاجة بالذات هتتلبس، يعني مش حاجة مثلا ديكور في البيت، لو حاجة هتتلبس يبقى لازم تتعمل، يبقى الخيط زي بعضيه من ناحية السمك ومن ناحية المادة بتاعته وبس. وبالتوفيق.